بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث محمد رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخش حالي ولقلتانين لكتابي بلوغ المرام من أدلة الأحكام لكتاب الصلاة لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيشمانا فرمودي سيسطو بستسيا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. نفرمي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم أبي قتادة دفرمي نيجي بوما نكرت يستا بوما نقلك نيجي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نيجي سريكاني ظهر عصر نمرو نيجي عصر شون بوا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم كرديتي دفرمي يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. فرمي لدركاتي سرتا يكم دوم سورة فاتحة يخنا، ولها مركاتك لدواي سورة فاتحة سورة شيخنا. فرمي ويسمعنا الآية أحيانا. طبعا شي سورة شيخنا وارد بوا لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أمانة وارد بوا. أمانة بيوتري أواسط مفصل، إما قصار مفصل معناه، أوساط مفصل معناه، وطوال مفصل معناه. قصار مفصل يعني بابرون الطوالي مفصل لشي سورة يقول اسبيقا لقاف وبو عما، أما طوال مفصل. وأوساط مفصل لعمو بو ضحايا، لضحاش وبو كوتاي ناس قصار مفصلة، صورة قصيرة كان. مفصل يعني شي لشي وهاتا لفاصلة وهاتا فاصل يعني آياتكاني زورا. فأفرمي ويسمعنا الآية أحيانا. وجاري واشو بيغمري خاصة من يجني مرو عسر دنيتي أبرزك توزك يعني آياتك بو حكمتك چيا رنقو آياتا مثلا كاريگر بو بيت معنى بخش بو بيت بوي أواني پشتيني جويان لي بيت تحصيل يبقى. يعني مثلا بو نمونا تو لناو نيوجكتها صورتك خويني أقيتها آياتك زاني كاريگرا ونمنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون تو دنيتها برزكيتو ولي ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أو كانت البس الريخي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم نفرمي وكان يسمعنا الآية أحيانا. أحيانا يعني شي يعني جار نقام جار، يعني معنى كشي أوي وأحيانا لا يسمعه، وأحيانا جارش دنجي تابرز ناكردو بويا أحيانا. ويطول الركعة الأولى ركاتي يكم لركاتي دوم دريشتربو، ركاتي يكم لركاتي دوم دريشتربو. ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. لدركاتي كوتاي سيم وشوارم شي أخنا بفاتحة الكتاب كواتا دو سورة دواي أم الكتاب دواي سورة فاتحة لركاتي يكمو دوما السنة لم حديث باسيقات لسيم وشوارما وارد نبوة بلام هشتا دين باسي ليو دكين. أما سبارت بم فرمودي استباب زانين فوائدي شيء. وفي الحديث فوائد متعلقة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، منها قراءة الفاتحة في كل ركعة من الظهر والعصر. سورة فاتحة لن يجسر ركانش هالركن ذا بيخانيت.
قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين من الظهر والعصر. أو دو سورتيك لدواي سورة فاتحة يعني سورتك لدواي سورة فاتحة مشان سنة لدركاتي كم لن يجني مرو عصر سنة بخاني. الإصرار في القراءة في الظهر والعصر. الإصرار في القراءة في الظهر والعصر. بلى نيو عكس بلى ليست. الإصرار في القراءة في الظهر والعصر كاتب سري خناتي نك جهري بيبكى جهر كردنش لشوني إصرار آية وإصرار كردن لشوني جهر آية مكروها ويا درسنية. أيقر كسيك نيجيني مروي شو بشو قضاي كردو آية بسري قضاي كاتو يان بجهري يعني أجر كسيك نيجي مغرب وعشاء شو بروش قضاي كردو آية بجهري قضاي كاتو يان بسري. أجر صلاتي ليلي مغرب وعشاء لدسشو لمذهبي الشافعي أو بروش قضات كردو دبي بجهري قضاي كيتو أما لمذهبي الشافعي أقلمان أيقا سري شو بشو قضات كردو هل بسري قضاي كيتو بلام نيجي بياني لروج وشوا دبي جهري بيت قضاي كيتو يعني بقول من كسيك نيجي بياني شو باشا بشو قضاي كردو بجهري بيبكى بروش قضاي كردو هل بجهري بيبكى هو المذهب الشافعي بوي أقدر إن شاء الله. جواز الجهر ببعض الآيات بقدر ما يسمع القريب. درست جار أو آيات دنجي تيابرس كيتو لنا ونيجيني مرويا أو إني زيكا جويلي بيت نك زياد دنجي تيا بلند كيتو. تطويل الإمام للركعة الأولى من الصلاة سنة إمام ركعتي كمي دريش كاتو لركعتي دوم زياتر بيت. ومن حكمة ذلك أن يدرك الناس الصلاة من أولها. بوشي ركعتي كم زياتر بو ويخلق دز دايش بردا ودز نيو جلقريو خوي آماداك وبرو مزقودي ومناسبة كركعتي كم دريشتر بالركعتي دوم. الاقتصار على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر. لا سيم وشارم بنوجه الركان إنسان اقتصار بك على سورة فاتحة ولدواي أوا سورة شتر نخندرت أمي كلام فرمودية هاتوا. حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة صفة الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. دي قدن صحابة شن حريص بنا لسر شوازي نيوجي في غمري خاصة شن بدقيقي باسي كات نيوجي ركاتي كم يدريشتر ركاتي دوم تشي خناوة جار آيات دنجي تيابرز كريتو يسمعون الآية زور بدقيقي بوردي نقل عن كردوبو إمي مسلمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. نحزر يعني أندازا خملاندن قياس يعني الله من بشتي في غمري خاصة من يوج معنا كرت زور جار تقدير معنا كرت يعني بالضبط صدنا بلكو أمان خملان أما ودرنجا في غمري خاصة أونا بوستعبت نفرميه لأن يجيني مرو عسر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل. نفرميه خملان من وبومان دركوت لدوركاتي يكمني مرو عسر بأندازي سورة السجدة أوستا بأندازي سورة السجدة أوستا. سورة السجدة كان آية 3 آيات
يعني أوسي آياتا أو تقدير ما نكرت أما هو تشني أوستي يمس الرش سجدة ما نخينا انجا في غمري خاصة أشوب ركوع ركعتين الأوليين يعني بأندازي صورتي سجدة بس قيامه أقدر بن نقرأ كاتك كامل بقدر سي آيات بس وستاني اي باشا صورتي سجدة اگر بيخوينتو چند دقابات سي آيات دقة نابا حاول دقة بو دقة 8 دقابات اما لركاتك او نوست نقل هردو ركاتك باندازي صورتي سجدة لركاتك نفرمين لركاتك باندازي صورتي سجدة او استا بله باشي بله دوای چاشێکن بڕۆ ئینکەن بڵێ چانجلۆڤەرەکە داگرە ئەکوژێتەوە نانا ئەوەی ئەو دیو لێ سەرچە أول المزقوت إيشا كنتر وفي الأخريين قدر النصف من ذلك أي لدو ركاتي كوتاي نيوي سجدة قدر نصف من ذلك وفي الأولين من العصر على قدر الأخرين من الظهر دو ركاتي سنتي عصر على شي قدر الظهر أخرين من الظهر أخرين من الظهر شيء ودمان نيوي أولين من الظهر 5 آياتك استا بو عصر دو ركاتي سرتاي بقدر دو ركاتي كوتاي صورة الظهر في غمري خاصة أو هنا أوسط والأخرين على نصف من ذلك دو ركاتي كوتاي عصر بنيوي أو 5 آياتي كوا نيوي سجدة أندازي بكين وتقديري بكين أو هنا أوسط في غمري خوا صلى الله عليه وسلم باشا سليرة اشتكي أم حديثا مخالفة حديثي بيشوكا حديثي أبي قتادة لشيرو يكو لحديث أبي قتادة فربوي ركاتي يكم دريشتر بالركاتي دوم وايا ليرة على شي ليرة على لركاتي يكم دومي يقياز بو بأندازي سورتي سجدة سي آيات كواتا ليرة خلافك وايا اي باشا سيما چی بكين بدين بقدية كان عندنا بيت جمع كين بيت جمع كين شلون جمع كين لبينهم دلين غالبا لا يخوتان بينوسن ان الغالب يجعل الاولى اطول من الثانية غالبا أن الأولى أطول من الثانية أملني مرة وأحيانا تكون متساويتين رحمك الله وأحيانا تكون متساويتين يعني أصل وابو في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم ركاتي كمي لن يجيني مرو زياتر بولا ركاتي دومي جارش نيجي نيمروي هر دو ركاتكي وقيا كرت متساويتين معلومة أم بوي جمعكين لبينيا استا كامي بيشخين آية حديثي أبي قتادة بيشخين يعني حديثي أبي سعيد إيش بكامي بكين لا إخوتان أمش بنسن علين نقدم حديث أبي قتادة لبيشترى ككان شيكر يطول الركعة الأولى ركعتي كم يدري يشتبل ركعتي دوم بو أما
لبيشترى لحديث أبي سعيد لأمرين لبردو خال. يكم حديث أبي قتادة مبني على اليقين، بلام حديث أبي سعيد خدري مبني على شيء غلبة الظن، على الظن. لكوية أوي بو أوي أبي قتادة يقينا كيف يمالي بو أميان ظن أو أبي سعيد يقينك أو لكوية وظنك إيرا لكوية عافرين. لو أبي سعيد خملاندن بو كواتا صد نية، بلام أويتر فرموشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يقينا ما فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب، وكان يطول الأولى على الثانية. تمام يقينا أمان لبيشترى حديث أبي قتادة لبيشترى لحديث أبي سعيد. معلومة؟ باش. خالد دوام حديث أبي قتادة شي روايتي كردوه؟ متفق عليه أخرجه الشيخان. أي حديث أبي سعيد؟ أخرجه مسلم. كاميان لبيشترى؟ متفق عليه. بو لبيشترى فهو أقوى سندا ودلالة، هم لروي سنده كما دمت متفق عليه لروي سند دليله بقوترا لبيشترى. أمام بخاري مسلمة، بلام حديثك أبي سعيد انفرد به مسلم باسي كردوهم روايات كواتس كاملة بيشترى بوي تطبيقي كن أوي أبي قتادة أجرش جار وأبي يستكر وجيك بيه متساويتين درستا في عمري خاصة صلهم كرديتي والله أصل كامية فكاتي كميلة دوم دريشترى. وفي الحديث فوائد، أن ما ذكر في الحديث من قدر قيامه صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر كان بالحزر وهو التقدير بالضم. خملان دنو أندازو تقديرا بقمان بالظن كاتا يقينية. أن من طرق العلم الحزر من ذوي الخبرة بالشيء. كاكيش للطريق علم بتشيا فخملاندنا جارواتو يقين اللانية ناچار بي فنا بيت برشي خملاندن تقدير اندازي بو بكش او كاتا بتشي اندازا كشي او هي ازمونت خبرت انساني وايا او اندا يعني ليزانا بهوي خبركيوا اتواني بي خملينت وإيشي فيها كريت كيقين نبو. أن القيام في الركعتين الأوليين من الظهر بمقدار ألف لام ميم تنزيل واتا سورة السجدة لدوركاتي يكمي نيجي نمرو بأندازي سورة السجدة واتا هالركاتي بأندازي سورة السجدة. أن مقدار القيام في الركعتين الأخريين من الظهر على النصف من أوليين، مقدار القيام في الركعتين الأخريين من الظهر على النصف من الأولين، أي سيمو شارمي نيجي نمرو نيوي يكم دومي نمرويا ويا نيويتي. أن الأولين من العصر بمقدار الأخرين من الظهر، دوركاتي سنتاي عصر بأندازي دوركاتي كوتاي نمرويا. أن الركعتين الأخرين من العصر على النصف من الأولين، دوركاتي كوتاي عصر نيوي دوركاتي سرتاي عصر. عدم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخرين من الظهر والعصر. إسا ليرشتيتر ما مدركوت نفرمي پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بس سورة فاتحة نخوينه بلکو آیاتر چی خوينه لدوای سورتك چی خوينه سورة سجده بو نمونه عليه بأندازي سورة سجده واستوى كاتا قرآني تيا خوينه أما يك
أفرمي لأن الفاتحة لا تبلغ ربع ألف لام ميم تنزيل. سورة فاتحة ربع سورة سجدانية فضلا عن نصفها. تجارة قني وشي بيت. ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة السابق الدال على الاقتصار على الفاتحة. لحديث أبي قتادة وتي للسيم وشوارم اختصارك لسرشي سورة فاتحة. بلام ليرة فرمي أويت يا فهمك ريك في غمري خاصم أو نوستاوا سورة ريخناوا. فيقال الغالب هو الاختصار. دلين غالبا اختصار يا كل سر سورة فاتحة لسيم وشوارم. غالبا شيبو سورة فاتحة يا أخونا. جارش درست سورة تربخ يعني شيء مخالفة سنة نية. وقد يزيد النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة في بعض الأحيان. جاري وابو لسورة فاتحة زياتر آيات تريخنا وسورة تريخنا. وما دل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه أقوى مما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرجح أو كباس ما قلت من نبرد خاله. لأن حديث أبي قتادة خبر عن علم وحديث أبي سعد خبر عن ظن. أما ينظن وين يقينا بويا حديث أبي قتادة أو لا ترى ولا بيشترى لحديث أبي سعيد أن صلاة الظهر من جملتها أطول من صلاة العصر. نيجي نمرو دريشترى نيجي عصر يعني نيجي في غمري خاصة دريشتري نيجي بياني بو دعاء نمرو دعاء عصر دعاء مغرب دعاء عشاء. وجارش عشاء دريش كردوتو جاري وابو لعشاء طوال مفصل خنا جاري وابو لمغرب طوال مفصل خنا وجاري واشبوا لنيجي بيانية قصار مفصل خنا وجاري واشبوا أو أوساط مفصل خنا ليرة ولا يعني أما بو شيء أما بو إمام جاري ويرنج إمام نخوش بيت عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جاري ويام إمامة رنج إيش بيت جاري وإمام قامتك جنازيك هي ومناسبة كان يوجد دريج نكاتو. سنة الشونة صورت بكاملي بخانيت مخالفة سنتك إستا زورك لإمام مزقوتكان عادتي چی خينن كوتاي صورتكان هاي ليرا كوتاي خينن ليشو كوتاي أما مخالفة سنة بويا السنة دوايا صورتك خينا بكاملي بون من والشمس وضحاها بيخنا بكاملي صورتي على سبح اسم ربك الأعلى. أما ليرة بشيك بيني لأخيرا لي بشيك بيني يعني لصورتك سلتاي صورتك خينا بون من صورة إسراء سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا بينشش آيات سلتاي خينا وكوتايك شيخ خينا يعني صورتي كهف بدايك خينا وكوتايك شيخ خينا يعني هندي لإمام كان شيء كان لنيجي بياني جمعة صورة كهف خينا خوي السنة شيء بخيني سجدوا إنسان بخيني أما شان مخالفي سنة وإنسان يعني أمانا دبي راتشاوبك وكو إمامك بوي مخالفي سنة بيغمري خوانك صلى الله عليه وسلم خوي يقول لي ما ببوري همومان كم ترخمين براستي وكو إمام مزقوتا كان. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر فلان أما بمبهمها تو بو زانان فرمون إما نسيانا ناوي لبير شوتو كابرا إمام بوا يعني ناوي أم بياوي لبير شوتو إمامك أو لسبب آخر رنقا لبره كاري تربية أم بياوا ورعيها بوا متقي بوا حزينة كردا خلق بناسيت للشهرة ترساوا وواي بمصلحة زانية كتشبكا كتميكا بمبهمي باسيكات ولا يمش إنسان قرنيا الناو استخوي تعالى باسي أصحاب الكهف من بوكا يا منازل النبي شيء إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تاو إما قصة وتشيروكا وشخص كان معنا إيتر ناوي زيدا عمرة أحمد محمد كيشانية بو يعني براستي أم موضوعنا هيج إشكال نايا كابرا بمبهمي هاتوا بمعرفة هاتوا ناوي زانرا ونزانرا هيج إشكال نايا بلام نيجي شكرت
سليمان فرمي يطيل الأوليين من الظهر دوركاتي سرتاي نوجي نمروي دريجبو ويخفف العصر ونيجي عصر شي شون بو خفيف بو ويقرأ في المغرب بقصار المفصل لنيجي مغرب قصار المفصل يخينا قصار مفصل شيء وتمال الضحى بو الناس وفي العشاء بوسطه كالعمو بو ضحايا وفي الصبح بطواله لقافو بو عما يخينا على نيجي بيانا أمانة خينا سورة قاف حجرات ذاريات ليو بي بينا مجادلة أمانة خينية تا سورة جزء عما أولا نيجي بيانا فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح دفرمي أم نيجيك أم بياو كردي براستي نيجي كرد زور لنيجي بيغمبري خواتي صلى الله عليه وسلم يعني إمامتي وبيشواكي لبيشوايتي وإمامتي بيغمبري خواتي صلى الله عليه وسلم شون نيجي كرد أم بياو فرمي يطيل الأولين من الظهر دوركاتي نيجي نمروي دريج بو كواتا أخريين نمرو سيمو چوارم كرتر بولا يكم دومي نمرو وثمان على قدر النصف أحاديث قاعدته ونيجي عصر كرتر بولا نيجي نمرو يخفف العصر حكمة شيء ليرا دريجة ولا عصر تخفيفة خلق شكارة مشغولة لناو بازارة بويا ومناسبة نيوجا كانيان قرزنا كاين ولا سريان يعني لهندي مزقوتي معقولة 20 دقيقة شاوري قامتك بس 5 دقيقة لنيوجا عصرة هاكري برا إستا لما بين باز مزقوتي شان قوتي لنيوجا إشا 20 دقيقة شاوريك لهندي وشون بس 5 دقيقة زورة برا نيوجا إشا في غمري خاصة زور جان يجي كرت كردوتو خلق ماندو إصلاحتك الحمد لله يديكم الله يسلم الحمد لله يهديكم الله ويسلم كواتا لن يجي بياني طوال مفصل يخينا لن يجي عشاء أوساط مفصل يخينا لن يجي مغربة قصار مفصل يخينا قصار مفصل يخينا هذا الحديث يتضمن بيان مقدار القيام والقراءة في الصلاة وفيه فوائد منها أن من هدي صلى الله عليه وسلم تطويل الركعتين الأولين من الظهر والعصر أما سنتي في غمري صلى الله عليه وسلم دوركاتي سرتاي نيجي نمرو عصري دريجبو بلام نمرو دريجتر بول عصر عصر نيوي دوركاتي سرتاي كوتاي نيمروي وقل حديث قاعدته تخفيف صلاة العصر يجي عصري خفيف وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد المتقدمان أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل لأنه يجي مغربا قصار مفصل خناوة يعني للضحى وتاك وتاك مغالبا وكدو وكو الضحى ألم نشرح لك صدرك والتين والزيتون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل يا أيها الكافرون قل الله أحد أماني خناوة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء بأوساط المفصل ووارد جبوع العشاء أوساط مفصل خناوة وكسبح اسم ربك الأعلى سورة غاشية سورة بروج أماني خناوة صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل مثل ذاريات طور نجم قاف أماني خناوة في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم وما ذكر هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أميك باس كرام بو غالبا زورجار أمن يجيبه في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور
وثابت جبوه في غمري خاصة لنيجي مغربة صورة طوري كامل تواو كردو هواتا جار لقصار مفصل شو تناو طوال مفصل جار واي كردو بل قرأ بالأعراف بل كل نيجي مغربة صورة أعراف كامل خناو صورة أعراف شنايتا دوصو شش شوار أو شش الله أعلم دوصو شش آيات نيجي مغربة رنقة بساعات يكسير شارك بباقي بخيتو ونيا بسم الله وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين سورة تين خناوة لأن يجي عشاء وأنه قرأ في الفجر بالزلزلة سورة الزلزلة خناوة وثبت أنه قرأ في المغرب يعني كي سورة لفجر سورة الزلزلة خناوة والثابت جبوة لهردو ركاتك الزلزلة دوبارة كدتو راوي حديث فرمي إنما فعل ذلك لتعلموا أنها من السنة والسنة بوي ويكره في غمري وصف أما أحيانا نك مزقوتك زوجار يعني إمامك سبحان الله لما يجي سيرك سيجا أو دوباراكاتو زلزلة يعني لدور كاتا همان صورة دخينت أما مخالفة أحيانا برا نكرا ولما يجي سير شو جامع دوباراكيتو بوي أو إيشيتو مخالفة إمام دبي رشاي أمشتان بكا أمش رنگ بانیانێ بێ تاقەت بی ئیشێکت هەبێ نەخۆشی ناتوانین نوێژ درێژکەیتەوە قەیچێکە برا سوورە زەلزەلە بخوێنە ئەو سونەتە تەطبیق بەڵام ناکرێت تۆ لە مانگێکە سێ چوار جامە دووبارەکەیتەوە ئەوش مخالفەیە وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات والمرسلات عرفا مش وارد بو فلا ينبغي المداومة في المغرب على قصار المفصل عليه درسنيا نيجي مغربة هر بردوام بليسر قصار مفصل جارش بشتناو طوال مفصل جارش بشتناو أوساطي مفصل وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يقرأ بسبح والشمس والليل سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى كاتيك معاذ شو بولاي قومك لا في غمي خاصة من يوجكر وقرايا نيوجكي زود دريجة كردو بيان أو بو كابريا درشو وتيان ولاما نافقة فلان أما منافقة بو درشو نيوجكي بري كابريا بيزار بو نيوجكي نيه بري أو يعني زور بو في غمري خاصة فرمي أفتان أنت يا معاذ تو فيتنا بنيتو فيتنا كي لبرو النبو كان يوجكي دريش كردو فيتنا كي كاتب في غمري خاصة في فرمو أفتان أنت يا معاذ لبرأوي بو بياويوتو منافقي بول نيوجكي درش ودي أم قصيتو فيتنايا شون بيالي منافق كابرا دي بو مزقود نيوجكي على بشتو تو إمامتيان بوك في غمري خاصة فرمي فإن وراءك الضعيف وذا الحاجة خلشي بكوتوها خلشي كي بيتاقة خلشي كي نخوشا أو جاء فرمي أين أنت من سورة سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى أمانة بنا خيني أمو مقر أمانة قرآن بار ولا قرآن دي أمانة بخينا الثناء على من أشبهت صلاة وهدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي شون وصفي أو بياواكن مدح استايشي أو بياواكن كوا بمبهمي باسيان كر كفرمي نيوجاكي زول نيوجي بيغمري خواتو صلى الله عليه وسلم أن من طرق رفع الحديث تشبيه الفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ثبت رفع هذا الحديث بقول أبي هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يشغل رجاكاني حديث تشبيه الفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشبهني بفعل بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ولهذا ثبت رفع هذا الحديث بقول أبي هريرة أبو هريرة فرموشي والله ما صليت وراء أحد يعني نيوجم كربيلا بشتهر إمامك وك أمبياوة أو اندب جواني نيوجكاني كرب براستي لنيوجي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم
شون تشبيه كربة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. فرمي بغمر إخوة صلى الله عليه وسلم جبير أما كاتك جويليبو كمسلمان نبوة يشتا بديل جيراوة لجنج بدر جبير كوري مطعم كافرة يشتا مسلمان نبوة دفرمي دواي أوي كمسلمان بو أم حديث أجرته. أما بيوتريشي تحمل الحديث نازم يورتان قل مصطلح حديث هو إن شاء الله رنقل مرحلة شهر وريقل تحمل الحديث بيانا. تحمل الحديث شيء يعني نقل الحديث عن الغير، نقل الحديث عن الغير بأي طريق من طرق التحمل الصحيحة المعتبرة. يعني جواز تحمل الحديث حال الكفر كسيك جيل في غمري خوابه صلى الله عليه وسلم يشتا مسلمان نبوه دعائي كمسلمان بدعائي دصال حديث كاجرته أو حديث ورجلينا ورجلية وبيوت تحمل الحديث وبيوتري تحمل الحديث. وهش طرقها طرق التحمل هشتا القراءة الكتابة الوجادة هشتي هي أم تفصيلنا لعلمي حديثة وليقرن إن شاء الله. نفرمي جملة وبيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم نيجي مغربي كرت سورة الطوريخنا استا آية سورة الطوريخنا أما بو مداومية يعني أحيانا أي مداومة كي كام بو قصار مفصل بو يعني جارش سورة الطوريخنا أوها لقصار مفصل درشوا. ابن دقيق العيد قصيشي جواني هي براستي رحمتي خواهي قوي بيت ففرمي إذا كانت السورة لا يخوتان بينسن مما يلازم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت السورة مما يلازم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنها سنة بعينها. إذا كانت السورة مما يلازم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنها سنة بعينها كصلاة العيدين والجمعة. دفرمي هندي نيرش في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم ببردوام چی تاخوێنەوە ئەو سوورەتانی کەوا باس کراوە لە فەرمودەیە هاتووە، یعنی وەکو نوێژی جومعە و نوێژی جەژن. لە نوێژی جەژنە چی خوێنە؟ سەبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية. أي لە نوێژی جومعە چی خوێنە؟ سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية. والجمعش لقل منافقون. ئەمەی خوێناوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کەواتە ئەمە مولازەمەی کردووە، ئێمەش ئەڵێن سوننە دوای ئێمەش مولازەمەی کرد. باشە. ئەمما إذا سمع يقرأها مرة، ئەگە کەسێک گوێی لێ بوو جارێک ئەو سوورەتەی خوێنان لەو نوێژە فنقول السنة أن نقرأها مرة. سنة وايا ما دام جاري خويناي صحابة جرايا إمش جاريك بيكين. أما صيشية ابن دقيق العيد رحمتي خواهي قولي بيه لكتابي إحكام الأحكام باش فرموي يقرأ في المغرب بالطور نيود في الطور باء كبوش يبو استعابة يعني هم صورتك يخنا ايقر بيوتا في الطور يعني بشيك لصورتك شون خوي تعالى فرمي وليطوفوا بالبيت العتيق باء كبوش بو استعابة وتاب همو بيتك بصورينو بخلينو
أيقا بيوتا وليطوفوا في البيت العتيق، يعني أقرتو لحجر إسماعيل شو طواف كي طواف قد درستو طواوا ورواية نخر أبي لبشت حجر إسماعيل وليطوفوا بالبيت العتيق هرهم يبيكو معلومة كواتبو استيعابا. هذا الحديث تحمله جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم، فقد قدم المدينة في فداء أسرى بدر، هات مدينة وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور دعاويك بديل جيرا لجنجي بدر أم كوتو الزنجير كراوة بلان بيغمري خاصا برنيوجيكا جوهي لقرآن سورة الطور خينا بكاملين. فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، دفرميك هذا قلبي أن يطير ظلم خريق ودرشة وبفريت أو دا آيات كلام يعني مبارك وبيروز والظلم الراتش الله كان أم آيات شن بقوته أم قصانا أم بقصي إنسان ناكا أم خلقوا من غير شيء آية بيباوران من غير شيء خلقوا ليش تيك يعني دروس نبونا أم هم الخالقون يعني خويا دروس كردوا معقولة استا أم يزال خويا دروس كرابيت من غير شيء ما ديقني دروس كرابيت با باشا أم هم الخالقون استا أم يزال خوي دروس كرد يعني صانعي شي هبوا نجارك هاتو دروسي كردوا إما إنسان مروف إما خومان دروس كردوا نخير إما نبون بون خواهي قولا هاول ما نبون أم بياو بيري كردوا من لشي قوم رأيك إيماني هاول مسلمان بو، وذلك لشعوري بعظمة معنى الآية قوليو آياتي بودر كوت، وهو التنبيه على أنه لا بد للناس من خالق. ممكن نية إنسان خالقين بيت همو مروفك يخالقيك أوش خواهي تعالى، فليسوا خالقين لأنفسهم إما خمان دروس ناكن ولا خلقوا من غير شيء وواجنبي إما لهيشتيك دروس نكراوين نخير، فإن ذلك ممتنع في العقل عقلش أما تقبل ناكت كي عقل تو تقبلي كرت أم يزا هل خوي دروس بو أو كاتالين قينك هو إنسان شل خوي دروس نبو خوايك هيك دروسي كدو. وفي الحديث فوائد منها جواز القراءة في المغرب من طوال المفصل لطوال المفصل دروس سورة دانيوجي مغربا بخنزت، واستحباب ذلك أحيانا مستحب أحيانا لقصار مفصل درشي بشتا طوال المفصل دانيوجي مغرب. تفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم بأنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وأن ذلك ليس دائما بل غالبا، بل غالبا في غمر صلى الله عليه وسلم قصار مفصل خينام. فضيلة جبير بن مطعم فضل جبير ما مدرك لم فرمودين كأم حديثي هل قردوا لدوائي كمسلمان بوبو ما نجريته ويمش استفادة ما ليكت. جواز تحمل الحديث في حال الكفر ثم روايته بعد الإسلام. درستا كسي جويل فرمودين يقبول في غمر صلى الله عليه وسلم يشتاء مسلمان نبو دوائي كمسلمان بو أو روايته أو حديثه بجريته ورش الجيريه إشكالني. إرشاد القرآن إلى الدلائل العقلية في التوحيد وغيره من أصول الدين. قرآن غير مهمة نكات بو بلغكاني عقلي لروي تشيوا توحيد إيمانه لروي أصول دينه. هاو آياتك فرمي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. إما لهيش دروس كراوين هلا خومان دروس بوين خومان دروس كردوا أرزو أسمان من دروس كردوا بل لا يوقنون يقين هنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان متفق عليه. تفرمي جاء باسي نيوجي نيمري بمانكرت نيوجي عسري بمانكرت
وباسي مغربي بومان كرد باسي عشاشي بومان كرد جاءت ناو نوێژی بەیانی دەفەرمێ سوورەتی سەجدە و ئینسان لە نوێژی بەیانی خوێنا کەی لە نوێژی بەیانی ڕۆژی جومعە ئەمەش گەورەی و عەظەمەتی ڕۆژی جومعەمان بۆ دەرەکەوێت بۆیە ئەو ڕۆژەی تایبەت کردو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەم دوو سوورەتەی خوێناوە وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك يديم يعني شيء بردوام بو مداومة يعني ببردوام نيجي بياني جمعة سورة إنسان لركاتي سورة السجدة لركاتي كم سورة إنسان لا ركاتي دوما خنايتي أيقر كسيك سورة السجدة سي آياتك بكات هردو ركاتك علينا مخالفة السنة لن يجيب يعني إنسان بكات هردو ركاتك لن يجيب بل أمش سنة علينا خير ومخالفة سنة دواء لركاتي كم سجدة بخيني لركاتي دوم إنسان بخيني چند دقيقة بيچيگا بخيني 21 دقيقة 19 دقيقة إلا ما قراءة هين بيت سريع بيت 7 دقيقة بيچت هدو صورتك روجي لحرم لنيجي بياني لبشت بندر بليلة نيج ما كرت هدو صورتك خونا بالتوقيت ليكم دايوه 21 دقيقة طبعا او توزي خاوتره اگر سريع بيخونا وكسو 20 ورنقة 7 دقيقة طوابك ان شاء الله. هذا الحديث يدل على خصيصة من خصائص يوم الجمعة تايبد منديق لتايبد منديق كان روج الجمعة ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع روج الجمعة لناو باشتريني روج كان لناو حفتدا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة خير ترين وباشترين روج كخور تيدا هلها تبيه روج الجمعة ولهذا اليوم خصائص كونية وشرعية ويا تايبد مندي كونية هي روج الجمعة وتايبد مندي شرعي هي فمن الخصائص الكونية ما جاء في الحديث أنه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة تايبد مندي كونية كاني لو رجد آدم خوي تعالى بدستي مبارك خوي درستي كرت ولو رجد خوي تعالى آدم كرد بهشته ولو رججنا أهبط منها لبهشت دركرات سرزوي ولو رججنا تقوم الساعة قيامتها لصيد. ومن خصائصه الشرعية أي تايبد مندي شرعية كاني صلاة يوم الجمعة وهي أعظم خصائص ذلك اليوم بريتيلا نيجي جمعي روجي جمعة أو قولتريني نيجا كانوا عبادتك لو رجيا أنجامد. وفي الحديث فوائد منها فضل يوم الجمعة قوري جمعة من مدركوت أن السنة تطويل القراءة في صلاة الفجر السنة نيجي بياني لروجي جمعة دريج بيت وأما بتايبت وبيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم هدي شون بو نيجي بياني دريج بو نيجي بياني دريج بو بداخل يستزوجها إمام كان نيجي بيانيان نيجي كرتا يعني لجاتي مراعاة السنة في غمر إخوابك صلى الله عليه وسلم مراعاة خلقك خلق واي في خوشة لا توي إمام دبي خلق رابعين لسر السنة يكي بينا خوشة دوان قليكا جوي مدري يكو دوان أروا ونايتو إن شاء الله ديانو كزديتو بو مزقوتا خلش يكي حسكان يجواب كبرة أما من همو بيانيان يبين بو مزقوتا كد هربلا يقول الله أحد الله الصمد يعني براستي تشيج ورناقي لنيوجك ويا إمام دبي أقداري أو خلانة بيم سنة أنا تطبيقها أن من السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة هل أتى على الإنسان أما السنة بيخيني واجبني دركاتي كم دوما هدو سورتك بخيني في فجر يوم الجمعة والمداومة على ذلك والسنة مداومة بردوام بي ورأى بعض العلماء ترك ذلك أحيانا وعند لزنانا بوتيانا جار ترشيكي نيكي لئلا يظن وجوب قراءتهما بوي كسيك وحالين بيد قبل ولا أما واجبة وأنه لا يقوم مقامهما غيرهما من سورة القرآن
قال والله هرب بما بخوانين غير أو بخواني. ومن غلط بعض الناس ظنه أن المقصود من قراءة ألف لام ميم تنزيل هو السجدة. الله هندي خلق واتيجشتو بو سورة السجدة داندراوا لنجي بيانيا لروجي جمعة الله لبر آياتي سجدة الله خلق وافهمي بو درس بو الله ما غلطها. وأنه يحصل المقصود بقراءة أي سورة فيها سجدة. وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وذكر أن حكمة قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة حكمة شيء أمدو سورة أخوانري لفجر الروج الجمعة أنهما متضمنتان لما حدث ويحدث في يوم الجمعة. أويك الرؤداء لروج الجمعة لو دو سورتين باسكرا من بدء الخلق يعني من بدء الخلق للسرتاي درزبوني إنسان وإلى قيام الساعة تاكو قيام الساعة باسكت ففيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة والله تعالى أعلم. أمانة همي بداية وسرتا وكوتاي إنسان لو دو صورتها باسكا الله تعالى وباسي قيامتي تلاك نبروا أو دو صورتا ومناسبة وقنجاوة وسنة لنيجي بياني جمعة بدري بجوي خلقش استفادة لأبكات تائر بزبي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم.